بكم عبر شاشة المهرية. يتجدد اللقاء في صباحات تجمعنا. منتخبنا يأتي في المركز الثالث خلف منتخب باكستان، هو الآخر اللي سجل انتصار أمام منتخب كمبوديا ب3 أهداف مقابل هدف. هيثم ينطلق، هيثم راح الأول الكرة في هدف أم ماذا؟ نعم، هدف أول لمنتخبنا. 1-0 لأشبالنا، أسود سبا على طريقة الكبار نحو الأحلام الكبيرة، نحو الأحلام العظيمة. لا يمنع اليمني عن أحلامه سوى أنه انطلق فهد الفقيه في الكرة الماضية، دربكة الدفاع، سكنت الكرة الشباك. هذه الكرة وهذه البداية، هذه الدربكة، المدافع أسكنها في مرماه، حطها طارق بولتر، سجلها طارق بولتر. اليمن تتقدم، ناشئون الأبطال الصغار يقودون الأحلام. وأيضا كان في المتابعة يوسف فاضل في تسديد الكرة التي ارتطمت في طارق بولتر. السريلانكي جفران أشار إلى أنها تجاوزت وسكنت بكامل محيطها مرمى منتخب غوام. البداية يمنية، 3 دقائق أو دقيقتين، الثاني في الطريق. الله، يا لها من بداية قوية. يسجل هيثم الفقيه، يركنها في الزاوية اليسرى لحارس المروى. يا لها من بداية، يا لها من انطلاقة. 3 دقائق هدفين، 3 دقائق ضربتين يا كابتن يا هيثم. البداية والانطلاقة الأولى، حطها على يسار حارس المرمى ليام رالف، يسكنها هيثم في مرماه. 2-0 منتخبنا الوطني. أنا أعتقد أن النتيجة ستكون كبيرة جدا، سيكون مهرجان، ستكون ليلة عرض وعزف أنغام على لحن المزيكا اليمنية. كرة بتصل عن طريق هيثم الفقيه، راحت إلى علي شفيق. النقلات هنا من تاريخ الجغرافيا إلى أرض الملعب. التسديدة، هدف ثالث لمنتخبنا الوطني عن طريق القائد سلام بشير. يأتي بالخبر المنير، يأتي بالخبر السعيد. هنا هدف ثالث منتخبنا في ظرف 10 دقائق، لا والله أقل 8 دقائق. 8 دقائق سلام بشير يسجل الهدف. حارس المرمى تابعها بشكل خاطئ، دعني أقول سيء. ليست ما يشغل هذا الإقليم وهذه البلدة لصالح منتخبنا. الهدف الرابع، هيثم يسجل البصمة ويضع الهدف الرابع لمنتخبنا بعد تمريرة وخطأ من الدفاع. الكرة في الشباك الغوامية. منتخبنا في 36 دقيقة لعب يسجل 4 أهداف. هيثم عند الدقيقة 3، هيثم عند الدقيقة 36 بطريقة فنية استلمها، راوغ بها المدافع وأسكنها على يمين رالف ليضع منتخبنا في المقدمة ب4 أهداف كاملة. هنا في الفترة الأولى، هنا قبل نهاية الشوط الأول تقريب ب8-9 دقائق، منتخبنا إذن يأخذ الأسبقية بال4. من سيحمل اسمه وسيسجل أهداف تلو الأهداف مثل ما يفعل الناصر محمدو على مستوى المنتخب الأول؟ في آخر مباراتين ناصر محمدو سجل 9 أهداف كاملة. على فكرة هو أول لاعب في تاريخ في تاريخ التصفيات الآسيوية يسجل ويفعل ذلك. كرة بتصل، عبدو علي، الله، 5 لمنتخبنا. عبدو علي يمرر، فهد الفقيه يسجل أول أهداف الفهد. منتخبنا بال5 يتفوق
بالخمسة يتألق، بالخمسة يتعملق. فهد يضعها في الشباك بعد تمريرة وانطلاقة عبدو علي. الاسيست مان عبدو علي ما بين الأقدام. مرت الكرة الماضية، راحت الكرة إلى الشباك، عبدو يصنع والفهد يسجل. منتخبنا، أشبالنا، أبطالنا، صغارنا يسجلون الخماسية هنا من أمام منتخب غوام. ركلة جزاء لصالح منتخبنا عند الدقيقة 43. عبدو علي، هذه كرة هيثم الفقيه والتدخل في الكرة الماضية عن طريق اللاعب اللي هو مالكم. الكرة فيها خطأ لصالح هيثم الفقيه ولصالح منتخبنا الوطني. من سيسدد ركلة الجزاء؟ هيثم الفقيه ممكن مشان الهاتريك. نعم الهاتريك، وهذا الانجليزي وعفوا هذا القوامي. نعم هو من اصول امريكيه وهو عندهم الجواز الامريكي اصلا. امام بشير سيلان، سلام بشير سيلان ورالف، سيلان ورالف في هذه اللحظات. ليام رالف من امام بشير قائد المنتخب من أجل الثنائية، سجل هدف في الدقيقة 8 والآن يقود الأحلام من أجل هدف سادس عند الدقيقة 44. حتى سيلان 6 منتخبنا لا شيء منتخب غوام. يا لها من حفلة، مهرجان كرة قدم هنا في هذه الأثناء. 6-0 عند الدقيقة 44 يسجل الثنائية سلام بشير. منتخب الناشئين في البطولة الخليجية الماضية صورة، واليوم يظهر بصورة مغايرة جدا ومختلفة تماما عن تلك الصورة التي ظهر بها في بطولة الخليجية للناشئين. يوم نعم ممكن الفوارق كبيرة جدا ما بين الفرق الخليجية وهذه المنتخبات، لكن على أقل تقدير تشوف فيه نوع وفيه بصمة وفيه فروقات كبيرة. وأيضا فترة التحضير، الكابتن سامر فضل استلم الفريق قبل البطولة بأيام. كل هذه أمور كانت مؤثرة، لكن الكابتن هيثم الأصبحي قبلها بشهر عدى راح، لكن الكرة ما فيها شيء. في الكرة الماضية عادت تسديدة، حضرت إلى حارس المرمى. هدف 7 لمنتخبنا. فهد الفقيه يسجل ويعلن عن السباعية في الشوط الأول. هذا مهرجان، هذا كرنفال، هذه حفلة في هذه اللحظات. 7 فهد الفقيه يسجل الثنائية. هذه التسديدة الأولى التي حضرت، وبعد ذلك حارس المرمى والخطأ، المتابعة إلى المرمى. التسديدة كانت من بشير سيلان، وبعد ذلك المتابعة كانت من فهد الفقيه للكرة ارتدت من حارس المرمى. إذن فهد الفقيه يسجل الهدف السابع. حارس المرمى ليام رالف تصدى للكرة الأخيرة. الكرة بتعود لصالح منتخبنا الوطني، عادت عن طريق سلام بشير. يوسف فاضل غير الاتجاه، أقصى الجهة اليمين، استلمها سددها. أوه أحمد ناصر، استلام ولا أروع، تسديدة في الهواء على الطاير، لكن القائم الأيمن لحارس المرمى القوامي يتصدى. يا له من استلام، يا لها من طريقة رائعة جدا في استلام الكرة وترويضها، ومن ثم التسديد واتخاذ القرار. مخرج يعطيك الصورة على أحمد ناصر. حاول أحمد لكنها لم يكتب لها النجاح. حاول مرة أخرى يا أحمد، وسيكتب النجاح لمن يحاول دائما وأبدا ولا يتوقف. يا يوسف ناصر، عرضية خطيرة، الكرة هدف ثامن عكسي في اللقطة الماضية، ما عجز عنه لاعبون يسجلوا هذا القصير. هدف ثامن لصالح منتخبنا الوطني عن طريق اللاعب هاروكي أوكاموتو. في الكرة الماضية يضع الكرة في شباكة ويسكنها مرمى بالخطأ. عرضية يوسف فاضل، رأسية هاروكي، لأنه لو ما كان هاروكي يلعبها سيلعبها أحمد ناصر، ما عنده خيار آخر. لكن الكرة سكنت شباكة وأعلنت عن ثامن الأهداف لصالح منتخبنا الوطني. هاروكي يسجل. عادت التمريرة، وصلت المحاولة، قائمة اللعبة،
وراحت عن طريق البديل. البراء يمررها، راحت إلى من؟ إلى محمد صادق. سدد الكرة صادق، لكن حارس المرمى يلتقط الكرة. هدف وحيد فقط في شوط المباراة الثانية محمد يا صادق، لكن الكرة قطعت لصالح منتخبنا. المرور ياتي، التسديدة، الهدف التاسع. محمد صادق يسجل الهدف التاسع لمنتخبنا. باقي هدف على الصدارة. يلا يا أشبالنا، أبطالنا يقتربون، يريدون الريادة دوما وأبدا في الصدارة. هذه الكرة عن طريق زبير عبد الله، القائد مر، سددها الحارس في الأولى. الثانية بكل قوة أسكنها محمد صادق ليضعها في الشباك، ومن خلالها يؤكد اقتراب منتخبنا من صدارة المجموعة. بالتسعة نتفوق، بالتسعة لاعبون يضربون المنتخب القوامي. نتيجة كبيرة جدا، قاسية صعبة على المنتخب القوامي، لكن العاشر سيأتي، العاشر سيأتي. محمد صادق، لكن التمريرة لم تأتي، قطعت من الدفاع، قطعت لصالح منتخب قوام. يستعيدها أكرم، يمررها إلى أيمن محمد. التمريرة من أجل العاشر، 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 العاشر لمنتخبنا. الصدارة يمنية، الصدارة يمنية بعد تسديدة البديل. أحمد ناصر يسجل عند الدقيقة 90. أحمد يضعها في الشباك. هدف عاشر لصالح منتخبنا الوطني. هذه الكرة قوية كانت، حارس المرمى أخطأ فيها، حاول أن يتصدى لها لكنه لم يستطع التعامل معها. الكرة سكنت الشباك. هدف عاشر لمنتخبنا الوطني.